السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، صحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد الطاجين كيجي خفيف هكا للعشاء، زوين، يعني شي حاجه زوينه. الطاجين بالمخ والبيض ومطيشه. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي البيض والتوابل كما كتشوفوا، المليحه، التحميره، البزار، الكمون، شويه سكينجبير. هذا المخ من طبيعه الحال كنغسلوه وكنديروه هكا فشي حاجه باش كيسطر داك الماء ديالو. وهنايا حكا شويه ديال المطيشه على حسب الكميه اللي باغيين، وشويه ديال الربيع والثومه. دابا غنرد الطاجين ديالي يطيب، غنبقى نخلي تشحر معايا داك المطيشه شويه، داك لاصوص اللي دايره. نديرو شويه ديال زيت الزيتون بطبيعه الحال، اللي ما عندوش زيت الزيتون يكتفي بالزيت العادي. صافي غنبقى نديرو يسخن ليا الطاجين مزيان. هاد الطاجين اخوتي كيجي زوين للعشاء، كيجي لذيذ. انا عزيز عليا الطاجين بزاف، شي حاجه زوينه. هنا من بعد ما الاخر كنزيدو داك التوابل اللي قلت لكم في مره كنديروهم، كنبقى نخلطو هكا كيندمج معنا داك العطريه وداك المطيشه اللي حكينا، الربيع والثومه. الطاجين كيجي بواحد الشرميله واعره، كيجي لذيذ. انا متاكده الا جربتوه راه غيعجبكم. انا من المحبين ديال هاد الطاجين هذا الصراحه. المخ كيطيب بعده الطرق، ولكن انا عزيزه ليا بهاد الطريقه هذه، كيجي شهوه منه زوين. صافي دابا غنسد عليه حتى يطيب شويه، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. انا من بعد ما غلا معايا الطاجين ديالي وتحرقت شويه داك لاصوص اللي درنا كما كتشوفوا على هاد الطريقه هذه كتولي. هنا عندي المخ قطعته طريفات، كنخليوه الصاين ضروري نقطعوه هكا طريفات كما كتشوفوا معايا بهاد الطريقه هذه، وما كياخذش وقت في الطياب، تقريبا بحال البيض. انا هنايا غنسد عليه الطاجين واحد شويه على ما تطلع فيه الغليه، وعاد نضيف البيض. كيجي مشرب هاد الطاجين، يا سلام، شي حاجه واعره. صافي هنا غنسد عليه ونخليه واحد شويه. هنا من بعد ما سديت عليه واحد شويه طلعت فيه الغليه كما كتشوفوا. دابا غنضيف ليه البيض، يعني الكميه اللي بغيتو ديال البيض. انا هنايا اكتفيت ب3 ديال البيضات فقط كما كتشوفوا. دابا غنسد عليه على ما يطيب هذاك البيض، ونوليو نتلاقاو ان شاء الله يا ربي. هنا من بعد ما طاب البيض دابا صافي راني طفيت على الطاجين ديالي. كيجي على الطريقه هذه، شي حاجه زوينه، متاكده غيعجبكم، وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب وتجربوه. لي مالا هنا شويه ديال الربيع كنلوحو في الاخر، حتى كيعطي جمال ليا المنظر وبنه. وشكرا للاخوان والاخوات اللي انضموا للقناه وشاركوا في القناه، جزاكم الله كل خير. وكنتمنى ان شاء الله تزيدوا تشجعوني وينال هذا الشيء الاعجاب ديالكم اللي كنقدم. يعني كنقدم لكم حويجات بساط، كنشارك معكم حياتي اليوميه، داكشي اللي كنوجدو كنصوروا لكم. وان شاء الله نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف مره اخرى. وشكرا للمشتركين الجداد اللي كيشاركوا معايا في القناه. والله العظيم الا كنفرح ملي كيزادوا عندي المشتركين الصراحه، خصوصا ملي كتكون الوحده يلاه بادي كتفرح. الله يجازيكم بخير مره اخرى، وشكرا لكم، ومع السلامه، في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي.